بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيد الرئيس، السيدات السادة النواب. أولا لابد أن ننوه بمقاربة اللي جيتو بها السيد رئيس الحكومة اللي متسمة بالشفافية والمسؤولية والصراحة. قبل ما ندخل في التفاصيل بغيت نوقف على واحد النوع من النقاش اللي ولا داير هذه الأيام، واحد جزء منه إيجابي، بحيث كنلقاو أن المواطنين صغارا وكبارا بجميع الشرائح ديالو كيتبعوا عمل الحكومة، وهذا جيد. ولكن معاه كاين واحد النوع من النقاش وللأسف الشديد كيدبروه حتى بعض السياسيين اللي فيه استهداف للحكومة، فيه استهداف قبل التعيين. انتخابات 25 نوفمبر نهار 27 بدا بأن الحكومة اللي غتجي ما عرفت كيدير اللون ديالها، ها كي غتكون، ها شنو غدير، ونهار التعيين علاش التعيين في ميدلت وقبل ما ترجع الطائرة. هاد النقاش وبعد التعيين 100 يوم 200 يوم تصريح شهر. انا باغي نناقش هاد النقاش هذا، وكله فين كيصب في 3 شهور. دابا اذا حيدنا كما قال احد المحللين، حيدنا ايام العطل وحيدنا السبت والحاد الى غير ذلك. الحكومه شحال دارت؟ شحال ديال الوقت كان عند هذه الحكومه؟ 3 شهور. واجي نتسائلوا 3 شهور اللي كان عند هذه الحكومه، ولينا اليوم وصلنا لدرجه ديال التشكيك ودرجه ان غياب الرؤيه الاستراتيجيه وعدم القدره على النجاح في المرحله وايقاف عجله الحركه الاقتصاديه. وانا كنتسائل واش النجاح مرتبط بواحد حزب سميتو الف او صاد او دال؟ زعما هاد الاحزاب لا العداله والتنميه ولا الاستقلال ولا التقدم الديمقراطي ولا الحركه الشعبيه ما عندهمش كفاءات باش يسيروا هذه البلاد؟ واش هذا هو الخطاب اللي بغينا نوجهه للناس؟ وهذا هي صوره المغرب؟ هذا هو جلب الاستثمار المغربي اللي بغينا نوجهوه من هذا النوع من التشكيك؟ انا كنتسائل. البعض اليوم جا طلع لهذه المنصه وكيتكلم وعاد خرج من التسيير. انا كنحشم بلاصتو، لان هذه السياسه اللي وصلنا لها ما هي الا نتاج ديال سياسه كانت متبعه لسنوات. للاسف الشديد هاد بعض الفروق اليوم كتتكلم، ولكن في غياب المسؤوليه. خلينا نقولوا الحقيقه. اللي كيتكلم على الاملاءات وعلى خط الائتمان، ما نغلطوش عباد الله. خط الائتمان حنا كنعرفوا جميعا، قانون الماليه اللي صوتنا عليه اجزنا للحكومه اقتراض 20 مليار ديال الدرهم بما فيها الاقتراض الداخلي والخارجي. واليوم كنتسائلوا 6.2 مليار علاش؟ هذا غير خط ائتماني. وبعدين كنتسائلوا كذلك على اننا دخلنا واحد النفق واننا رجعنا يعني الاملاءات الخارجيه. ايوا خلينا نتسائلوا على الاملاءات الخارجيه. كيفاش كانت التضخم انذاك كان وصل ل 10% من بين 81 و 84، اليوم 2%. نسب العجز كانت 12-14%، اليوم سواء الداخليه والخارجيه اليوم 6-8. الدين الخارجي كان 82%، وصل 128%. اليوم الا بغينا ناخذوا الخزينه 11%، ولا بغينا ناخذوا كاع الدين كله بما هي عمله صعبه 22%. ثم هذه الوضعيه اللي حنا كنتكلموا عليها اللي ولات سوداء، شكون اللي وصلها باش ولات سوداء؟ شكون؟ والعجب هذه 3 شهور هذه الحكومه استطاعت انها توصلها كاع لهذه الحاله هذه. نوقفوا واحد المرحله على المراحل السابقه 97 2002 2007 2011. المداخيل الاستثنائيه كانت 60 مليار د الخوصصه، اليوم صفر اللي عند هذه الحكومه. لا بغينا نقارنوا الاستثمارات في هذيك المرحله كانت 15 مليار، اليوم 50 مليار في الميزانيه العامه، 188 مليار في المجموع. لا بغينا نقارنوا كذلك ثمن البترول كان 20 دولار، اليوم 113 دولار. لا بغينا نقارنوا اليوم المقاصه كانت 2-4 المليار، اليوم 50 مليار. ايوا نتكلموا على الاكراهات الحقيقيه. هذه الوضعيه هذه مرتبطه اساسا بالتاثيرات الخارجيه واللي فيها كنا كنقولوها، ولكن للاسف الشديد حتى شي واحد ما بغى يقول الحقيقه. هذه الوضعيه مرتبطه بالوضعيه بمنطقه الاورو، ارتفاع ثمن الطاقه، ارتفاع ثمن الدولار، الموسم الفلاحي الى غير ذلك. ما قدم في البرنامج الحكومي وما قدم في القانون الماليه وما قدم في 6 اشهر كيقولوا كيختلف. انا كاين اختلاف واحد، مؤشر واحد هو الذي هو ارتفاع العجز التجاري. طبعا واللي 80% منه كترجع ارتفاع الفاتوره الطاقيه. ولكن خليونا نشوفوا هذا العجز التجاري. اليوم كنتكلموا على الاحتياط، والاحتياط اللي كان في هذه الفتره
اللي ما بغيناش ترجع لبلادنا. هذيك الساعه كان 15 يوم ووصل لجوج، كان 15 يوم ولا وصل ليومين. اليوم فاش جات هذه الحكومه اواخر 2011 كان 5 شهور، اليوم 4 شهور فاصله 3. هذه الحقيقه. فين حنا من هذيك الوضعيه؟ العجز التجاري ملي كنشوفوا 2000 كان 64، 2002 كان 66.2، 2007 48، 2011 48، اليوم 48. ايوا شكون اللي جابو؟ درناه في 3 شهور. هاد الحكومه جات دارتو دخلت قالت ودي غدير العجز في 3 شهور. ثم هاد وكان من الممكن، وهذا هو اللي مهم، كان من الممكن تدارك هذا الامر، لكن لم تكن الاراده السياسيه حاضره بقوه. حنا من 2007 2008 2009 كنقولوا عباد الله راه الازمه واش ما كاينش شي تاثير عليها الاقتصاد الوطني؟ كيقولوا لا ما كايناش. العام زين، العام زين، ها فين وصلنا العام زين، ها فين وصلنا العام زين. الله يخليكم. اسباب هذه الوضعيه خصنا نعرفوها. اسباب الوضعيه عدم نجاح التبادل الحر، وهذا قلته السيد رئيس الحكومه. توقيع بدون رؤيه مع 60 دوله 90% منها التجاره الخارجيه دايره بالتبادل الحر، وفي غياب مواصفات المراقبه، المساعده التقنيه ديال المؤسسات العموميه، الانفتاح وارتفاع حجم الواردات، حاجيه الاقتصاد الوطني من مواد التجهيز. هنا لابد نفتح واحد القوس السيد رئيس الحكومه فيما يتعلق بالاستثمار. بلادنا كتعتمد اعلى المعدلات ديال الاستثمار، وصلنا 36%. خصنا نراجعوا هذا الشيء ونشوفوا واش هذا الاستثمار ما خصوش يكون مربوط بنسب النمو وكذلك بالتشغيل. وبعض المقترحات السيد رئيس الحكومه كنطالبوا بتقويه تنافسيه المقاوله المغربيه. هذيك اللي كان بدا مزيان، كاين واحد عدد البرامج يد عامله بغينا تكون مكونه ومؤهله، هذيك 10,000 مهندس، المدارس العليا الى غير ذلك. خصنا نمشيو في هذا الاطار. خصنا انجاز كذلك السيد الرئيس الحكومه اداره اللي خصها تكون شفافه وفي خدمه المقاوله. خصنا بنيات تحتيه مستوعبه، سواء مناطق صناعيه او مناطق لوجستيكيه او طرق. ولا بد السيد رئيس الحكومه من تطوير نظام المراقبه. لحد الساعه داك الشيء مفتوح، اللي بغى يشري شي حاجه من برا كيشريها للاسف الشديد دون يعني نظام دون حمايه للمستهلك ولا حمايه للمقاوله. وهذا للاسف الشديد، ودون كذلك حتى ما رجعناش حتى المعايير اللي هي معتمده في هذا الشان. لا بد من مراجعه يعني نظام الصرف. ونقترح واحد الدراسه، حنا ما نقولوش تخفضوا من السيد الرئيس، تخفضوا من قيمه الدرهم، ولكن درسوا هذه الامكانيه بما لها من اثار على تنافسيه الصادرات المغربيه. السيد رئيس الحكومه، حنا اولا نقدر عاليا اليوم لطف الله عز وجل اننا مشينا كاملين وتبنينا واحد الخيار وقمنا باصلاحات سياسيه جريئه اللي منطلقها الدستور الديمقراطي وتوجهها العام هو القطع مع منطق التحكم السياسي وحكومه منبثقه عن الاراده الشعبيه. والدرس الكبير اللي خصنا ناخذه من هذا الشيء هو كيما استثمرنا في الاصلاحات السياسيه بنفس النفس خصنا نمشيو نحو الاستثمار في المجال الاقتصادي، طبعا مع التشارك مع كل الفرقاء، بالاستماع مع كل الفرقاء. ولكن السيد رئيس الحكومه بغيت نوقف على واحد القضيه ديال في اطار مواصله الاستثمار في تعزيز الاصلاح الديمقراطي ورفع الثقه ديال الشعب في هذه الحكومه. بغيناكم السيد رئيس الحكومه بالفعل كتحملوا مسؤوليه في تنزيل وتفعيل الدستور ديمقراطيا، ولكن خليونا نقولوا الحقيقه، مسؤوليه تنزيل الدستور وتفعيله ديمقراطيا مسؤوليه الجميع، هي مسؤوليات صحيح المواطنين والمجتمع المدني والصحافه بالنقد وبالتوجيه، وهي مسؤوليه الاحزاب. اليوم انتخابات عدت ديال الغرف، شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ يمكن نوجهوا اللوم لوزاره الداخليه، ولكن اللي كيتحملها هي الاحزاب السياسيه بهذوك النوع ديال البشر اللي كتقدموا واللي كينتج لنا هذه المؤسسات بدون مصداقيه. اليوم مسؤوليه كذلك هي ديال البرلمان، صحيح ديال المعارضه واغلبيه في التشريع وفي المراقبه، هي مسؤوليه الحكومه قطاعا في تنزيل الدستور، هي مسؤوليتكم السيد رئيس الحكومه انتم لان عندكم صلاحيات في تنزيل هذا الدستور، وهي مسؤوليه كذلك مالك البلاد لانه رئيس الدوله وله صلاحيات وهو حكم. فاذا تنزيل الدستور لا نزيد ما يزايد عليه حتى واحد، هي مسؤوليه الجميع وكيخصنا نتحملوا كاملين المسؤوليه. لا بد السيد رئيس الحكومه في الاخير انكم تواصلوا تعزيز نهج الحكامه وربط المسؤوليه بالمحاسبه. حنا هذا الشيء ما كيخوفش، اللي كيخوف السيد رئيس الحكومه ماشي هو نرفعوا شعار ديال محاربه الفساد، اللي بقينا كنخافوا اليوم هو رجوع التحكم. بعض الوجوه خرجت اليوم من الجحور ديالها للاسف الشديد،
وبدات كتهم الاعلام والمثقفين والاحزاب والحكومه، واللي هي مقاولات دار لها الدوباج، ولات كتهضر اليوم وكتجي كتنتقد الحكومه. هي لا شيء، هي نكره، والمخير فيهم عنده مقاولة عقارية وكيشتغل في العمل الجمعوي. شكون عطاه هذا النفوذ؟ شكون اللي عطاه هذا النفوذ؟ ليس لكم كلمة. سيد الرئيس. سادة النواب ليس لكم كلمة. سيدة النائبة ليس لك كلمة. كمل السيبوان. سيد الرئيس، انتوما كحكومه خصكم تحملوا المسؤوليه ديالكم بايقاف هذا التحكم. انتهى الوقت. وحنا كاحزاب. سيد الرئيس تفضل لي وقت اذا سمحتي. عندك 10 ثواني. لا سيد الرئيس. 11 لا كمل. وقفتني السيد الرئيس. واخا تفضل. نحن كنقولوا السيد الرئيس الوضع مواتي للقيام بإصلاحات هيكلية في مصلحة البلاد. نعم في مصلحة البلاد، ولكن ما تكونش هذه الحكومة كاسحة الألغام، وأن اللي بغى شي ملف كيمشي يروجوا في الصحافة ويجيبوا لهذه الحكومة باش تحلوا. الأولويات راه هي محددة في البرنامج الحكومي، واللي كنتمناو أنكم توفقوا. وشكرا.